يا مساء الخير عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير، وحشتوني جدًا، جدًا الفترة اللي فاتت دي، مش فترة بعيدة يعني، كنا في السوق الفترة اللي فاتت دي ورجعنا الحمد لله البيت بقى هنعمل مع بعض وجبات وأكل حلو أوي. أولًا النهارده ما عنديش أكل، تمام؟ بس اكتشفت بقى الحمد لله، الحمد لله كان عندي رنجة في التلاجة، قُلت بقى هاطلع معاكم وهاصورها وأعملها معاكم بطريقة حلوة أوي. طريقة الإسكندرانية اللي هي بقى إيه بنقول عليها أو الناس برّه بتقول علينا يعني سلطة رِنجة، بس إحنا بنعملها بالطريقة دي، أنا ما باعرفش أعملها بأكتر يعني ما باعرفش أعملها غير كده، هي الحاجة الوحيدة اللي باحبها بالطريقة دي، بتبقى تحفة جدًا، 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 ومعاها شوية بيبسي على فكرة. فمش هاطوّل عليكم وتعالوا نشوف بقى وصفتنا يالّا. بدأنا بقى من النهاية، من السيرفيس أول ما خلص طبعًا، عايزة أقول لكم شكله جميل جدًا وحلو أوي وطعمه كمان، سيبك من الشكل، الأكل، طعمه. باحب أحطه في سيرفيس كده أو ممكن لو حابين تحطوا كل واحد طبق كده. دي طريقتي، طريقتكم أنتم بقى ممكن تكون غير مختلفة، بس لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم جدًا، طعم الميكس كله مع بعض حلو أوي. دي بقى سمكة الرنجة تمام، باشيلها في الفريزر عادي خالص وباطلعها قبليها بساعة ساعتين تهدى عشان أعرف أقطعها كويس. هاقطعها طبعًا منين؟ هاقطعها من الراس. طبعًا كلكم أكيد بتعرفوا تقطعوا الرنجة وشطار وكل حاجة، بس طبعًا أكيد في ناس يعني لسه برضه ألِف ب مطبخ ومش عارفين، فخليكم معايا كده واحدة واحدة نشوفها مع بعض. هافتحها كويس يعني بُصّوا هي سهلة جدًا، فتحها سهل وبسيط. وبعد كده هاشدّها كده زي ما أنا باشِد، واللي طالع قدّامي ده البطروخ بتاعه. في ناس بتحب تاكله وناس لأ، أنا باحب أحطّه في السلطة دي، باقطّعه برضه قطع صغيّرة مش بارميه، بس بانضّفه قبل أي حاجة، وأقطّعه زي اللحم بتاع السمك الرنجة. طبعًا مش هاقول لكم أكتر من كده، لإن التنضيف طبعًا بنشيل سلسلة الضهر، الشوك كلّه، وبعد كده بيطلع لي اللحم بقى صافي وما فيهوش يعني لو على فكرة أحلى حاجة في الرنجة اللي هو الشوك بتاعها فيه شوك صغير أوي، أوي بيتاكل على فكرة يعني ما بيبقوش فيه مشكلة خالص، لكن الشوك الكبير ده أنا باشده كلّه على بعضه وبافصّصها تمامًا. بعد كده بقى عندي حبّة الطماطم بتوعي، على حبّة البصل، أي نوع بصل عندِك، أنا باحب يعني mix ممكن لو عندي أي نوع من البصل باحطهم على بعض، ما فيش أي مشكلة خالص. بعد كده هانزل بيه شوية من الزيت، بس شوية زيت حلوين أوي، 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 وبعد كده هاقلّب المكونات دي مع بعض، وكمان هانزل بيه حبّة طحينة برضه محترمين جدًا. يبقى زيت وطحينة وبصل وطماطم وننزل بيهم بالرنجة على طول، بس دي السلطة بتاعتنا واغرف وكُل يا سيدي، مع شوية بيبسي بقى جنبها آخر جمال، بس كده. خلّصنا كده وصفتنا وهنغرف بقى في السرفيس بتاعنا أو زي ما قُلت لكم أي طبق، وخلاص على كده خلّصنا. أشوفكم على خير وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي في الكومنتس مستنياكم، أوكي؟ ما تنسوش، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الحلوة. يلا باي باي.